السلام عليكم. الفيلم بيبدأ في مأوى للحيوانات مخصص للكلاب، والمدير واقف بينادي على اتنين شغالين واسمهم هارفي وفيرنون، وبيأمرهم يجيبوله كلاب صغيرة بأي شكل. وتاني يوم بنشوف محل بيع الحيوانات الأليفة وفيه قسم للكلاب، وفي ناس بتروح تتفرج عليهم علشان تشتري منهم. وبنشوف كلب صغير جميل نوع سانت برلانت وبيعجب الأطفال جدا وبيبقوا عاوزين ياخدوه. وفي الليل بيوصل هارفي وفيرنون للمحل علشان يسرقوا الكلاب الصغيرة اللي فيه زي ما أمرهم المدير. وفيرنون بيكسر الباب وبياخدوا الكلاب، لكن وهما خارجين هارفي بيشغل جهاز الإنذار من غير ما يحس، وبيهربوا بسرعة بالكلاب قبل الشرطة ما توصل هناك. وهما في الطريق في كلب بيفضل ينبح وبيتحرك كتير في القفص لحد ما يخرج، وبيفتح باب العربية وبيخرج هو والكلب الجميل اللي شفناه في الأول. وبينزل فيرن علشان يجيبهم بس مش بيلاقيهم، واحد من الكلاب بيختفي والتاني بيستخبى في برميل الزبالة. وتاني يوم الصبح بتوصل عربية الزبالة علشان تشيل الصناديق، والكلب بيخاف وبيجري وبيدخل ورا راجل اسمه جورج البيت، بس مش بيشوفه لأنه بياخد الجورنال بتاعه. والكلب بيطلع لأصغر طفل عندهم في البيت واسمها إيميلي، وبيصحيها وبيفضل يلعب معاها. واخواتها بيجوا بيشوفوا الكلب وبيكونوا مبسوطين بيه لأنهم كانوا يتمنوا يربوا كلب، وأبوهم رفض لأنه ما بيحبش الكلاب. وبيروحوا عند أبوهم علشان يشكروه لأنه وافق أخيرا وجاب لهم كلب. ومراته بقت مبسوطة بعد ما كانت زعلانة منه وحست إنها كانت ظلماه، بس جورج قال لها إنه ما جابش أي كلاب وتلاقيه تايه من صاحبه وهيسيبه في البيت لحد ما يلاقي صاحبه ويرجعهوله. وبيكونوا عاوزين يختاروا اسم للكلب وبيعملوا قرعة، بس مفيش أي اسم بيعجبهم. وإيميلي بتقول لهم إن الكلب هو اللي يختار اسمه بنفسه، وبتقعد تعزف على البيانو، والكلب بيفضل ينبح عند نغمات معينة، وجورج بيسميه بيتهوفن. وبعد فترة بيتهوفن بيكبر وبيبقى ضخم جدا ومحدش سأل عنه، وجورج ما كانش حابب وجوده معاهم لأنه كان عامل لهم فوضى في البيت وبياكل جزم جورج وبينام دايما على السرير وبيوسخوله. وكان عامل لهم البيت مزبلة، وكان جورج بيضطر هو اللي ينظف البيت والأولاد مشغولين في اللعب معاه. وفي وقت الفطار تيد بيطلب من أبوه يوديه تدريب الكاراتيه علشان يقدر يدافع عن نفسه من أصحابه اللي بيتنمروا عليه، وبيقعد يترجاه يوافق بس أبوه بيرفض وبيقوله إنه هيشتريله الحزام من غير تدريبات. وقبل ما جورج بيمشي على الشغل بيتهوفن بيوقع عليه الأكل وبيروح يغير بنطلونه وبياخده يحبسه في القفص بتاعه، بس ما يعرفش إن الكلب عامل حفرة بيخرج منها وبيطلع يتمشى في الشارع. وبيكون أصحاب المحلات عارفينه ومصاحبهم، وفيهم ست صاحبة مخبز بتديله كل يوم أكل، وبيتهوفن بياخد الأكل ده وبيروح يوديه للكلب اللي هرب معاه، وبيرجع البيت بعدها قبل ما جورج يرجع من شغله. وبنروح لجورج في الشركة بتاعته بيتفق على صفقة كبيرة وبيكون فرحان جدا إن عمل الصفقة دي. وفي نفس الوقت تيد كان راجع في الباص بتاع المدرسة وزمايله بيتنمروا عليه وبيبقوا عاوزين يضربوه، وبيجري منهم وهما بيجروا وراه. وبيتهوفن بيكون شايف اللي بيحصل وبيقف ورا تيد وبيخوف زمايله، ولما بيشوفوه بيترعبوا وبيجروا، وتيد بيفتكر انهم خافوا منه لانه مشافش الكلب وراه. وبالليل جورج بيروح يطمن على أولاده وبيدخل الكلب القفص بتاعه، وجورج بيدخل ينام، وبعد كده بيسمع صوت التلفزيون اشتغل وبنشوف الكلب خرج من الحفرة واتسحب وشغل التلفزيون لوحده. ولما بيحس بجورج جاي عليه بيتسحب بسرعة وبيطلع أوضة جورج. وبيروح الكلب ينام في سريره وبيكون فاكر مراته هي اللي نايمة جنبه، بس بيتصدم لما بيلاقي مراته قدامه وبيتخض وبيقعد يصرخ، وبياخد الكلب يرجعه للقفص. وهارفن وفيرنون بيصطادوا الكلاب اللي في الشوارع وبياخدوا الكلب اللي هرب منهم مع بيتهوفن. وفي واحد من اللي بيصنعوا أسلحة بيطلب من رئيسهم يجرب الرصاص الجديد على الكلاب علشان يشوفوا قوته، بس بيقوله لازم يجربوا على كلب ضخم جمجمته ضخمة ما تتكسرش بسهولة، وبيدفع له مقابل مادي كبير علشان ينفذ كلامه. وفي اليوم اللي بعده جورج بيروح العيادة البيطرية وبياخد بيتهوفن يعمله فحص وبيديله اللقاحات اللازمة، وبيكون الدكتور البيطري هو نفسه الراجل اللي بيخطف الكلاب وبيعمل عليهم تجارب السلاح. وأول ما شاف بيتهوفن كان عاوز يبيته في العيادة بأي طريقة، فطبعا الأولاد بيرفضوا يسيبوا الكلب. والدكتور بيتكلم مع جورج وبيقوله يخلي باله لأن الكلب ضخم وممكن يأذي الأولاد. وتاني يوم الأولاد بيكونوا عند المربية في بيت جنبهم، وجورج ومراته عازمين الراجل اللي عملوا معاه الصفقة ووزعوا الأولاد علشان يمضوا العقد في هدوء. والمربية بتقعد مع الأولاد تعزف لهم على البيانو ومش بتاخد بالها من إيميلي اللي راحت تلعب عند حمام السباحة وبتقع في المية وهي بتلعب، وبيتهوفن بيسمعها وهي بتغرق وبيتنادى على أي حد، وبيفتح القفص بتاعه وبيجري عليها وبينط في المية وراها وبينقذها وبيرجع مكانه تاني من غير ما حد يشوفه. واخواتها بيشوفوها عند حمام السباحة وبيجروا عليها وبيكلموا امهم تيجي تاخدها، وبتزعق للمربية وبتمشيها من الشغل، وبترجع البيت وبتعرف اولادها على الضيوف. بس أليس مرات جورج كانت حاسة ان في حاجة غلط لانهم كانوا عاوزين جورج يمضي على العقد بأي طريقة، وكل ما يجي يتأكد من شروط العقد يشتتوا انتباهه.
والست اللي معاه بتروح تلعب مع الكلب وبتجيبه جنبهم علشان تشغل جورج وما يقراش البند، وبيتهوفن بيقعد يلف حواليهم بالحبل بتاعه وبيروح لجورج وبيزعق له علشان كان هيبوظوا العقد، فالراجل بيرمي له كورة علشان يجيبها وبيجري الكلب وبيروح يجيب الكورة، بس بيسحب معاه الكرسي والترابيزة وبيجرهم في الشارع لأنهم متكتفين بالحبل وبيبوظ الصفقة. ومراته بتكون فرحانة لأنها ما كانتش مرتاحة ليهم أصلا، وبتقول لجورج إنها هتوفر له فلوس المربية وهتوقف دراستها اللي كانت شغالة فيها الفترة اللي فاتت، وخصوصا بعد اللي حصل مع إيميلي، وعايزة تقضي وقت أطول مع الأولاد، والأولاد بيكونوا محتاجين ليها في الوقت ده. وجورج بيكون متعصب من اللي حصل وبيقرر يمشي الكلب، ومراته بترفض فبيتهمها انها مهملة ومش فارق معاها حاجة غير الكلب. والاولاد كانوا سامعين الكلام وبياخدوا بيتهوفن بيهتموا بيه وبينضفوه علشان ابوهم ما يمشيش الكلب، وجورج لما بيلاقي التغيير ده مش بيمشيه علشان ما يزعلش الاولاد. وبعدها بيروح لهم الدكتور البيطري بحجة انه يطمن على الكلب، وجورج بيوديه للقفص يشوفه وبيكون راسم خطة علشان ياخد الكلب، بيقطع هدومه وبيغرق نفسه دم وبيحط كمان على الكلب علشان يفهمهم انه مسعور وهجم عليه، وبيقعد يصرخ وجورج وأليس بيخرجوا على صوته. وإيميلي بتكون واقفة في الشباك وشايفة كل اللي بيحصل، بس للأسف محدش بيصدقها لأنها لسه طفلة وفكروها بتكذب علشان بتحب الكلب ومش عاوزاه يمشي. وطبعا الدكتور بيهدد جورج لو ما وداش الكلب العيادة علشان يعدموه هيبلغ عنه الشرطة. وإيميلي بتبقى قاعدة في الأوضة تبكي، وجورج بياخد الكلب علشان يوديه للدكتور، وطبعا دي فرصة بالنسبة له لأنه أصلا ما كانش عاوز الكلب وعاوز يتخلص منه. وبيوصل العيادة والدكتور بيمثل إنه متعور وبيغير على الجرح قدامه وبيديله الطوق بتاع الكلب هدية. ولما بيرجع البيت بيكونوا كلهم زعلانين واتهموه انه قتل الكلب، والدكتور بيكلم اللي معاه علشان ياخدوا الكلب وبيودوه للمعمل السري بتاعه علشان في الصبح يعمل عليه التجربة. وأليس بتقنع جوزها يروح العيادة ويتأكدوا إذا كان الكلب هجم عليه فعلا ولا لأ، والأولاد بيبقوا عايزين يروحوا معاهم. ولما بيوصلوا بيكونوا الدكتور عمال يعد في الفلوس اللي جمعها من التجارب المشبوهة بتاعته، ولما بيفتح الباب بيلاقي جورج وعيلته وبيمنعهم من الدخول، وجورج بيتفاجئ لما بيلاقي إيده سليمة مش متصابة. وساعتها اتأكد ان ايميلي كانت بتقول الحقيقة، والدكتور بيطردهم بس جورج بيضربه، والدكتور مش بيرضى يقوله على مكان الكلب، وبيروح جورج يبلغ الشرطة وبيقدم فيه بلاغ. بس وقتها بيشوفوا الدكتور وهو خارج من العيادة وبيقرروا يراقبوه وبيمشوا وراه لحد ما بيوصل المعمل السري بتاعه، وبيطلب من أليس إنها تبلغ الشرطة لو عدت ربع ساعة وما رجعش. والدكتور في المعمل بيجهز الحقن اللي هيحقن بيها الكلاب قبل التجارب، والكلاب بتقعد تجري وبيمسكوا بيتهوفن علشان يحقنوه، لكن في الوقت ده بيوصل جورج وبيهجم عليه، والكلب الصغير بيخرج من القفص بتاعه وبيهجم على الدكتور وبيعض فيه، وجورج بيضرب في هارفين وفيرنون. وإليس بتكلم الشرطة بس لما بيسمعوا صوت ضرب نار أولاده بيسوقوا العربية وبيدخلوا المعمل وبيخبطوا الترابيزة اللي عليها الحقن وبتقع وبتدخل في صدر الدكتور وبيقع على الأرض. وأليس بتشوف أولادها سايقين بتخاف عليهم وبتجري ورا العربية وبتدخل المعمل وبيحرروا كل الكلاب وبياخدوا بيتهوفن، والكلاب بتجري ورا هارفين وفيرنون وبيستخبوا في مخزن، بس ما يعرفوش إنه هناك هيلاقوا كلاب صيد ألماني مستنيينهم وبيهجموا عليهم. والشرطة بتقبض على الدكتور وبيحاكموه في 123 قضية تعدي على الكلاب، وكل الناس اللي كانوا بيروحوله بيرفعوا عليه قواضي، وكمان حقوق الحيوان مش بيسيبوه في حاله. وجورج وعيلته بقوا أبطال في نظر الناس ولأنهم أنقذوا الكلاب دي كلها من تجارب غير مشروعة. وطبعا جورج بدأ يحب بيتهوفن وبيعامله كأنه واحد من العيلة. وهنا بيخلص الفيلم. لايك واشتراك لو عجبكم، أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.